أغلبية الناس في هذا الوقت غير تالفين وملاهين مع الحياة بمشاكلها وبأفراحها، وناسين حاجة مهمة في حياتهم اللي هي الوقت. خصك تعرف أنك أيها الإنسان أنك بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. فبنادم خصو يكون على بال بالوقت وما يخليش أي حاجة تضيع وقته. في هذا الفيديو غنهضر على 5 الحوايج اللي بسببهم كيضيع علينا وقتنا وخاصنا نتجنبوهم قبل ما يفوت الفوت. لكن قبل ما نبداو، أغلبية الناس اللي كيتفرجوا في القناة غير مشتركين، وراه ما فيها بس إلا دعمتيني بالاشتراك في القناة كدعم معنوي بسيط ليا على المجهودات اللي كندير. أول حاجة، عدم وجود خطة واضحة. من بين الأشياء اللي كتسبب لنا في ضياع الوقت هو ما كاينش واحد الخطة اللي واضحة في حياتك. كنقصد بوضع خطة هي أنك يكون عندك مهمات خصك ديرها سواء في اليوم ديالك أو الأسبوع أو الشهر. فإلا ما كنتيش داير واحد البلانينغ لحياتك فراه غير كتدخل في واحد الدوامة ديال التشتت وسوء التنظيم. فحرص على أنك توضع خطة لحياتك. 2، العمل في مكان فوضوي. من بين الاشياء اللي كتضيع علينا وقتنا هي تكون حياتنا مرونه. نعطيك مثال بواحد صاحبي كنقرا معايا، كنت كل ما كنمشي عنده باش نراجع امتحانات كنلقى بيتو ديما مرون، الكتوبه ديالو ملوحين، واحد الروينه كتخليك تعكز تراجع، وكان كياخذ وقت كبير باش يقلب على الكتوبه اللي نراجعوا فيهم. فالخلاصه هنا خاصك تكون منظم في حياتك، مقاد كل صغيره وكبيره باش تكون مرتاح نفسيا، تكون محكم في وقتك. ثالث حاجه، عدم أخذ الصراحة. أغلبية ديال الناس كيصحاب ليهم إلا خديتي واحد الوقت باش ترتاح فيه فراه غير كتضيع وقتك، والراحة أصلا مضيعة الوقت. ولكن راه العكس تماما صديقي، فراه إلا ما خصتيش واحد الوقيته ترتاح فيها ما غاديش يبقى عندك التركيز، وغادي يجيك واحد الخمول اللي غادي تعكس تكمل فيه المهام ديالك. راه أي واحد كيحتاج ياخذ واحد القسط من الراحة باش الجسم ديالو يرجع ليه الطاقة والحيوية باش يكمل المهام اللي بقاو ليه بكل تركيز. رابع حاجة، وسائل التواصل الاجتماعي. مواقع السوشيال ميديا ولات مهمة في حياتنا وضرورية، لكن إلا كنتي كتبقى تسكرولي فيها لساعات طويلة فراه صديقي كتضيع عمرك. هادشي علاش خاصك تحدد واحد الوقت يكون محدود لهاد المواقع. وأهم حاجة ننصحك بها من تكون مشغول ولا عندك شي حاجة مهمة هي أنك دير ديزاكتيفي الإشعارات من هاد المواقع. خامس حاجة، المماطلة والتصويف. إلا كنتي كتأجل المهام ولا شي بلانات في حياتك سواء كتقول تا الغدا ولا من بعد كتخلق واحد الأعذار، فراه من بين الأسباب الكبيرة اللي كتضيع عليك وقتك وعمرك هما هاد جوج حوايج كيتعتبروا أعداء النجاح، هما التصويف والمماطلة. فإلا بغيتي تستغل الوقت ديالك أحسن استغلال وتحقق النجاح في حياتك فخاصك تحيد التصويف والتأجيل وتبدا من دابا الأعمال والمهام اللي عليك وتلتزم بالوقت وتكون سيريو في خدمتك. هنا نكون سالينا الفيديو ديالنا، نتمنى نكون فدتكم. فإلا كان كيعجبك بحال هذا المحتوى نصحك تفرج في هاد 2 فيديوهات، وتنساناش تمشي تعليق يكون زوين وشي لايك للفيديو.